السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بالنسبة لي آخر الأسبوع طلعت الطماطم اللي عندي كلها، قطعتها كده وحطيتها على النار، خدت غلوة. شلت منها طبعا شوية، اديتها غلوة على النار، سبتها لما بردت شوية ورحت ماسكاها بالهاند بلندر. الهاند بلندر بتاعي زي ما انتم شايفين راكب في المضرب. ضربتها شوية وهبدأ أعينها بقى، هخزنها أو هعينها، هحافظ عليها زي ما اتفقنا. قسمتها في أكياس على قد الكمية اللي أنا بحتاجها، ده بالظبط اللي أنا بحتاجه يعني. وشلت طبعا شوية كده على جنب عشان الطبخة اللي هعملها النهاردة. تقريبا قد الأكياس اللي أنا شلتها دي. نضف بقى مكاني وهنشوف هنعمل ايه. جبت الخضار اللي عندي شوية بتنجان كده فاضلين او باقيين لسه من الاسبوع اللي فات، جبتهم قشرتهم وقطعتهم. قلنا نعمل بيهم اكلة حلوة كده من غير لحمة، من غير فراخ. قطعتهم كده وهناخدهم نرش عليهم شوية ملح. شوية رشة الملح ديت هتخليه لو في مية هتنزلها ومش هيشرب زيت. نوعية البرنجان دي اساسا ما بيشربش زيت. البتنجان التاني اللي هو الكبير او اللي هو المكعبر ده بيشرب زيت، فممكن تحطيه في الفرن تدهنيه زيت وتحطيه في صينية في الفرن. وممكن تعمليه كده برضو، رش عليه ملح وسيبيه وبرضو اعمليه نفس الطريقة. ده الفلفل برضو شوية فلفل كده حلوين قطعتهم زي ما انتم شايفين كده. هنجيب برضو قرنين شطة حلوين بس مش هنقطعهم، هنحطهم زي ما هما كده عشان اللي عايزها حامية ياكل الشطة مع البدنجان هيبقى حامي وحلو. اللي عايزه بارد هياكلها كده من غير الشطة او هيبعد عن الشطة، مش هتنزل الحرارة لكن الحرارة هتبقى جواها. نروح بقى على البوتاجاز، شوية زيت كده زي ما انتم شايفين، وهنقلي البدنجان نحمره واحدة واحدة كده. زي ما قلت لكم لو البرنجان الكبير المكعبر ده بيشرب زيت مهما تعملي فيه. ممكن ترش عليه شوية ملح، ممكن تغلفيه بالدقيق، بيشرب زيت برضو بس يعني بيبقى اخف من قبل كده، واحنا بنحاول نخفف الدهون على قد ما نقدر. فانت ممكن تدهنيه من الوشين كده، تدهني الصينية زيت وتدهني وشه زيت وتدخليه الفرن، بيبقى نفس بيستوي ويبقى حلو برضو. وممكن تديه تشويحة بس بيتكسر البنجان ما يبقلوش منظر. الطريقة ديت بصراحة أحلى بتنجان هتاكلوه هو ده. جربوها، الكبير والصغير هيحبها. خلصنا كده البرنجان قلية، شلنا شوية الزيت عشان الزيت طبعا لسه بحاله زي ما هو منقصش أصلا. حطيت معلقة توم، اديتها تقليبة كده يا دوب الريحة تطلع، وضفت لها الفلفل زي ما شفتوا كده، الفلفل والشطة. هتديه تقليبة كده تقليبتين. انا بغطي عليه علشان مش عايزاه يتحمر، انا عايزاه يدبل. تقليبتين كده وهنضيف عليه الطماطم اللي احنا شايلينها، نديها كمان شوية مية صغيرين كده، هنشطف الحلة كده مكان الطماطم ونحطها كده خلاص. اهو كده. دي بقى كمية السوائل اللي انا عايزاها. هنسيبه يغلي شوية ومفيش توابل، ما تحطيش اي توابل، هو فيه الفلفل وفيه الطعم اللي انت عايزاه والريحه. بدات تتسبك، ضفنا لها الباذنجان، هنقلبه تقليبتين. كل شويه كده هتقلبيه، تظبطي الملح بتاعه وتروحي مهديه النار خالص وتغطي عليه وتسيبيه شويه كده. هتكشفي عليه، مبياخدش وقت، تكشفي عليه هتلاقيه استوى. شايفين المنظر؟ سيبيه يهدى شويه بقى، وساعه الاكل بقى اغرفي واتفرجي على الريحه والطعم والحلاوه اللي فيها الباذنجان ده. شايفين؟ ما شاء الله، الف هنا وشفا.